بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله فيديو جديد. اليوم حبيت نشارك معاكم الكريب السحري بالآلة العجيبة متاع الكريب هذيا. جربته لاباري هذه أنا شريتها عندي مدة كبيرة، والحقيقة قعدت مخبية في الخزانة. نظمت الدار والكل يا اخي نلقاها، قلت علاش لا منجبدهاش ونعمل بها الكريم. هذا هو كان نهار لحد. كما تعرفوا في وسط الجمعة واحد من الجمش باش يقعد يوسع باله ويطيب في الكريب والكل. دونك في ديما في الويكاند هاكا يعمل واحد الشهوي الكل. حبيت نوريكم انا من الاول ما صورتش الحقيقه الكريب، يعني الخلطه نتاع الكريب، جست صورت البارتي هذه اللي انا نخدم فيهم يعني فقط. بالنسبه للخلطه نتاع الكريب انا لهنا عملته بالقو نتاع البنان. خديت كعبه بنان، حطيت عليهم كعبتين عظم، كيس حليب، وشطر كيس زيت نباتي، وضربتهم في الميكسور. وبعد زدت الفارينة بالتدريج وحتى اللي تحصلت على خليط يعني متجانس، وخليط الكريب اللي نعرفوه ونعملوه الناس الكل. اللي يحب بطبيعة الحال يزيد السكر يزيد، اما انا ما زدتش. ولهنا كما قاعدين تشوفوا فيها الكريب ورقة خفيفة متاعها وبنينة مش نورمال. كما قلت لكم عملتها انا بالبنان، وشوفوا كيفاش طريه، قداش طويتها على قداش من وحده، ما تقطعتش ما حتى شيء. بصراحه يعني قلت لكم لاباري هذه انا بريسك اول مره نستعملها، شريتها ونسيتها كما نقولوا فيه. وهو هذه الطريقه متاع التحضير كما قاعدين تشوفوا فيها في الفيديو. تسخنها الساعه القلايه، وبعد غطس هذيك هو الصحن تابع لاباري، تحط فيه الخليط بتاعك وتعمل الكعبات كما قاعدين تشوفوا. لهنا قعدت نجرب في برشا كعبات يعني قدامكم باش تشوفوهم والكل، ووريتكم زادا قداش من كعبة، وسهل الترتيب نتاعهم كيما تشوفوا كالفقاعات هذوكم طلعوا كيما الكريب طيبة في المقلة. اما هذا فعوض انت تقعد تصب في المقلة وتستنى الغاز تبدا مرة تقوي فيه مرة توطي فيه. دونك هذيا سهلة حتى براتيك، في ساعة تحضر لك الكعبات يطيبوا. والاهم من هذيك انا ما حطيتش يعني الخميره نتاع الجاتو، دونك هكاك جيتني جويده محليها. وكما قاعدين تشوفوا حضرت معاكم يعني برشا كعبات باش نوريكم يعني قداش الكريب يعني يولي ساهل. انا قبل ديما بنتي تحب على الكريب، وما نبدا نقولوا باش نقعد طيب بالوحده بالوحده ونقلب على اليمين نقلب على اليسار، حاسيلو ديما نستصعبها. اما مع لاباري هذيا ما شاء الله حسيتها سهله والكل. ردوا بالكم بطبيعة الحال خاطر تبدا السيرفاس هذيك سخونه، وكي تقلبوا اقلبوا ديما بالمغرفة اللي تكون بلاستيك، يعني مش فرشيطة ولا حاجة تجرح. وكيما ريتوها بسهولة تتقلع، يعني كي تمشيها انت بيدك كي تمشي معاك. وكي تحطها على السيرفاس الاخرى بعد ما تطيب سي بون تنجم تحطها ديريكت في الصحن. لاباري هذه موجودة على الانترنت، انا الحقيقة شريتها على الانترنت. كريب ميكر مكتوبة يعني بالانجليزية، فما برشا انواع وزاد تقريبا يعني زاد باسماء مختلفة انت والموقع اللي باش تاخذ منه. اما العباد المغرومين بالحق بالكريب ويحبوا ديما يطيبوا يعني الكريب، والا زاد انا مرة قلت تو نجرب فيها زاد الخبز، علاش ليه بما انها يعني هي كيكه يعني يعني السيرفاس نتاعها يعني
وكيكه سخونه والكل، قلت علاش لي كان جربت مرة زادا خبز ونجحلي، تو ان شاء الله زادا نشارك معاكم الوصفة علاش ليه. وهذه هي الكعبة كيفاش تنحى يعني بسهولة من غير ما تقعد انتي تهز فيها ولا حاجة ديريكت بعد ما تطيب. ما شاء الله هاكم كعبة الكريب كيما قاعدين تشوفوا فيهم خفيف ظراف. ما شاء الله الريحة تاعهم فايحة في الكوجينة والكل. حبيت نوريكم اللي مع لاباري يجي الصحن هذايا اللي نحطوا فيه الخليط باش نجمو نعملو فيه يعني نغطسو فيه، ما لازمش يكون صحن بلا والا صحفة غارقة، هذاك يجي تبع لاباري يعني هو ذاك سبيسيال باش انتي تاخذ يعني تحطو السرفاس هذيكا سخونة تحطو فيها باش تاخذ الخليط اللي حاجتك بيه وتهز كيما وريتكم يعني بليزيور فوا في الفيديو. الحقيقة لاباري هذيا عجبتني برشا بصراحة، واحد يستخف بها كي يبدا حاجته باش يحضر خاصة كونتيتي كبيرة متاع كريب، يعني تحضر لك كيما نقولوا فيها من با ربع ساعة هكاكا تلقى روحك تبارك الله عملت كمية كبيرة. وكما قلت لكم واحد يسايس على الكعبة وكهو. ولهنا حطيت فطور الصباح نتاعي، حطيت كعبة الكريب اللي عملناهم مع بعضنا. شوفوا ما شاء الله قديش خفيفة الكعبة وتبارك الله خفيفة وبنينة، وقد ما تاكل منها ما تحسش روحك كانك كليت كريب بالحق اللي تحسوا كيكه يعني تحسوا ساعات الكريب تاكل كعبة كريب تحسها ياسر رزينة وتركي فيش. هذوما ما شاء الله الكريب كيما انا نحبه خفيفة الكعبة بنينة. انا عملته الحقيقة بالبنان بيان سور لهنا كما قاعدين نشوفوا كيكه طويتها قداش من مرة الورقة متتقطعش والكل. وبطبيعة الحال تحبوا توبة تحطوا عليه النوتيلا العسل تنجم حتى تاكلوا هكاكا الحقيقة خاطر ما شاء الله جاي بنين برشا. والا زاد تعملوا بالفرماج ولا بالقوطة ولا كل واحد كيفاش شنو يحب الجارنيتور. وكان هذا فيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وما تنسونيش بالدعم متاعكم باللايك والاشتراك، وديما راني نقرا التعاليق المزيانه متاعكم ونقول لكم يعطيكم الصحه وربي يفضلكم. وان شاء الله عائلتي بكم تكبر، عائلة اليوتيوب الثانية تسمى عائلتي تكبر، وان شاء الله ديما مع بعضنا متألقين ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. سلامة.